اللي قدامنا ده شاب سايق عربيته في عز النهار وشايف ان الكحول مش هيأثر عليه نهائي، لكن في لحظه واحده لقى قدامه الكمين. الظابط طبعا نزله، وبعد ما نزل حاول يتعدى على الظابط. الظابط في قمه الاحترام ما حاولش حتى يتطول عليه بالالفاظ. حد غير الظابط اكيد كلنا عارفين كان هيعمل ايه. انت كمواطن عادي لو شخص عمل معاك كده او تعدى عليك هتتصرف تصرف عفوي معاه. النتيجه في الاخر اتقبض عليه، والنيابه وجهت له تهمتين. اول واحده القياده تحت تاثير مخدر، والتاني واحده التعدي على ظابط اثناء تاديه وظيفته. والتهمتين دول طبعا مش مخالفه بسيطه، دي جرائم ممكن توصله للسجن المشدد من 3 سنين ل 10 سنين. تخيل لحظه سكر تضيع سنين من حياتك. القانون هنا ما بيعذرش، وادعائك انك ما كنتش في وعيك عمره ما هيكون مبرر. احترم نفسك، احترم القانون، احترم رجل القانون اللي واقف بيحميك. الوعي مش اختيار، الوعي حياه. وخليك دايما فاكر ان السواقه وانت سكران مصيبه مش مغامره. لايك وفولو، خلي الفيديو يوصل لغيرك. سلام.